سعيد الناصري هذاك الاسكوبار المالي قال له بغيت نتجنس، قال له انا بغيت نولي مغربي. قال له سعيد ولا عليك حالها قريب. قال له تبعني. داز الزاكوره واحد البلاصه تما ما عقلش بالضبط، المهم على اي داز الزاويه الناصريه. كاينه تما الزاويه الناصريه والتحيه لها، من اقدم الزوايا في المغرب هذه الزاويه الناصريه، من بين اقدم. فدا عندك الزعيم ديال الزاويه. دابا شوفوا هاد الناس شحال واعرين، ماشي يتعامل معاه معامله، ماشي غيديروا غدار، وماشي على حساب هذا الموضوع، ماشي غيجنسوا، وغيردوا شريف كاع. الشي الا بغاو يردوك شريف. والزاويه غيولي شريف. دابا الاسكوبار غيولي من الشرفه ديال البلاد. دا عندك السيد داك الزعيم قال له بغينا اشهاد، قالوا لنا كنشهد له هذا راه مغربي وها كيف، قالوا راه ناصري وراه مع بوه ناصري ومولا. على اي هو قال لك عطاو شي اشهاد، وجابوا داك السيد اللي الزاويه الشيخ حتى هو يعني اكد، قال لك هاد المعطيات على حسب المعطيات اللي عندنا، قال لهم بالصحراء جابوه. وفي ديك اللحظه قال لك يعطيه شي 150 مليون باش يديروا مهرجان زاكوره، واحد 150 مليون المالي غيعطيها لسعيد الناصري. 150 مليون هذه باش يديروا مهرجان زاكوره، دايزه مليار تحط نقدا، تحط 500 مليون في دقه. كيفاش؟ بحال ديك كاين واحد المعامله لان داك المالي كان عنده واحد المراه اوكرانيه، وتلقى سعيد وبعوي والاوكراني، وتلقى شي واحد اخر، حطوا له واحد 500 مليون، ومعهم مدير البنك. مدير البنك ما عقلش مؤسسه بنكيه، ما عقلش واش بنك افريقيا ولا التجاري وفا بنك. المهم تلاقاو وحطوا 500 مليون. من بعد ديك الاوكرانيه غتسحبها غتمشي في حالاتها. انا هذه نقطه مهمه، كيفاش فلوس كتحط نقدا، واحد المبالغ. واحد الانسان كيجي كيحط لك في شهر 600 مليون 800 مليون، واش البنك ما كيشعل السلطات بهادشي؟ هاد السيد اللي كيدخل الفلوس بحال دابا سعيد مثلا 9 المليار كتحط في واحد المده وجيزه، مثلا في واحد 9 المليار كتدخل واحد الكونت، وعنده كونت اخر ديال احد الاقرباء ديالو، مابغيتش قريب هذا مسكين راه صغير ولا ما ندخلوه، ولكن ذاك القريب داير وكاله لسعيد كيتصرف له في الكونت ديالو. تصور كتدخل لك واحد القدر كبير ديال الفلوس في مده وجيزه جدا. هذه نقطه كان عليا نشير لها. نقطه اخرى بخصوص الفيلا، هذه نقطه حتى هي خصها توضيح مزيان، لان بعض الاخوان هذيك الفيلا خصكم تعرفوا الفيلا ديال الدار البيضاء اللي ناض عليها الصداع بزاف. هذيك الفيلا شراها بيوي على حساب المعطيات اللي عندنا في 2013. شكون اللي مولها؟ شكون اللي مول الفلوس ديالها؟ مولها الحاج ابراهيم على حساب المعطيات اللي عندنا. كنقول دائما اللي سمعنا منه الحاج ابراهيم هو اللي عطى. صيفط واحد اللحظه واحد المليار جابوه من عند مصري، عيط له واحد مليار و100 مليون الاول، اول دفعه. شي مصري صراف قال له غتعيط واحد مصري مغربي او واحد صراف مغربي، وصيفط له مليار، عطاه المليار الاول وغيولي يصيفط عاوتاني مليار ثاني. المهم على اي المعطيات اللي كاين هو انه عطاه 3 المليار و300 باش شاريها هو هذيك الفيلا، ماشي غير 3 المليار، 3 المليار و300. خدا خدا هذيك الفلوس، خدا هذيك الفيلا يعني بيوي كتبها بسميت الزوجه ديالو. الزوجه من بعد بيوي غيولي ياخذ ديك الفيلا بشي طريقه من الطرق، يقال بانه زور شي وثيقه ديال الوكاله. هذيك المراه اللي هي سميتها هي كانت في فرنسا، ومنين زور عليها ذاك الورق باش ياخذ ديك الفيلا، يقال هي ساقت الخبار وحيحت وكانت من بعد هما داروا شي حاجه لامها ولا لبنتها، شي اتهام شي سرقه ولا كذا، باش تنازل ديك الزوجه على ديك الشكايه ديالها. على اي من بعد الفيلا غتولي سميت السهر ديال بيوي. هذا واحد السهر حتى هو مورط في هذا، متابع حتى هو في هذا الملف هذا. هذاك السهر من بعد هذيك الفيلا ياخذها المالي، ولكن المالي ما تحولتلوش يعني بعقد رسمي. يقال شنو داروا غير واحد عقد ولا واحد وثيقه عرفيه، وبصم فيها بيوي، بصم بانه عطى انه باع له بمليار و300 مليون، غير وثيقه رسميه. وهذاك المالي ديك الوثيقه الرسميه دايرها في خزنه حديديه. فالمالي ولا عبد الملك كيقول لك بان سعيد منين خدا الفيلا خدا ديك الخزنه وخدا ديك الوثيقه، ما بقاتش وثيقه عرفيه فيها ثاني بانه عطى مليار و300 مليون. لاحظتوا هذه الفيلا دازت عند بيوي، مرت بيوي، المالي، الناصري، 4 الاشخاص. شوف هذه الفيلا شحال مشات وجات، هذا مولات المليار و300 مليون. اللي كيهمني البارح وما وضحتوش مزيان هو ان الناصري كيقول لك انا شريتها من عند نسيب بيوي، انا ما عندي علاقه بالمال. تيقول لك شريتها في 2019. بشحال شريتيها؟ تيقول لك عطيت 650 مليون نقدا. ها المشكله الاول، نقدا 650 مليون، وعطيت 5 شيكات على شي كل شيك ب 200 مليون 200. بينما نسيب تيقول لك عطاني 650 وعطاني غير 4 شيكات ماشي 5. المهم هذا وقع فيه بيناتهم التضارب. انا اللي بغيت نرجع له مهمه وما شرتلاش ولها اهميه قصوى. هذوك الشيكات فيهم سعيد الناصري مسير، عطيه باسم واحد الشركه هو المسير ديالها. اذا فوقاش شرا هو الناصري؟
الفيلا على حسب روايته، تيقول انا شريتها في 2019. المالي وعباد الله والشهود تيقول لك لا انت دخلتي الفيلا في 2017 ملي كان المالي في موريتانيا في الحبس. ولكن الاهم هذوك الشيكات انت مسير ديالها ديال الشركه، ولكن انت ديك الشركه ملي بحثوا عباد الله والمعطيات شنو بان بان سعيد من 2007 ما بقاش مسير ديال ديك الشركه، ما عنده بها علاقه كمسير، والفيلا دخلتي لها في 2017 وهذوك انت كمسير ديك الشركه في 2007. اذا كيفاش عطيتي شيكات في 2017 ولا 18 باسم واحد الشركه انت مسير فيها وانت قدمتي استقالتك من التسيير في 2007؟ اضيف الى ذلك ان هذوك الشيكات لقاهم ما تصرفوش، هذوك الشيكات لقاهم على انهم لم يصرفوا. فهذه من الاشياء كذلك اللي ثارت يعني الفضول ديال العديد من المتتبعات والمتبعين لهذه القضيه هذه. زياده على ان سعيد يعني كما قلت البارح وهذه نقطه مهمه، هو ان الحسابات البنكيه ديالو واحد اللحظه كتلقى 9 المليار في الكونت ديالو، دخلته 9 المليار، وكونت دخل فيه 4 المليار، وكونت دخل فيه يعني ارقام اللي هي خياليه وخياليه جدا. اخر نقطه قبل ما ندخل المول الكاسكيطه مهم حتى هو نقول فيه شي كلمه، هو انه هاد مليار و600 مليون، هاد المليار و600 مليون اللي كيقول سعيد شرا بها وهي تما ساويه 3 المليار والزياده باش شراها بيوي وشراها في 2013. والناصري نقولوا دخلها سيدي روايه المالي والشاهد، حيت كاينه قلت لكم واحد السيد عنده شركه بيبانكم كيهضر على 2017 تيقول لك انا اللي بدلت البلاكارات وانا اللي، وكيقول لك انا لقيت واحد اللبناني هو المدير ديال المالي هو اللي كان في السكنه، بينما سعيد تيقول لك لا ماشي اللبناني، تيقول لك انا شريتها من عند نسيب بيوي. دابا بيوي شريها بمليار، ب 3 المليار و300 في 2013. هذه نقطه مهمه، كيفاش انت غتشريها من عند هذاك السيد بمليار و600 من بعد 7 سنين؟ والعقار دائما كيزيد، مع عمر العقار ما كينقص. اش جاب 3 المليار و300 الى يعني واحد المليار الى مليار و600. وبالمناسبه ذاك المالي ملي كان في الحبس في ديك المكالمه مع سعيد، حيت سعيد كيقولوا عطيني شي ورقه، ما عرفتش شنو بغى يشدوا شي ورقه فيها انك تسال غير 40 ولا غير 70، كيقولوا المالي الله يهديك، كيقولوا انت براسك ديتي واحد المليار وكاين شي 2 المليار باللي كانت مشى ياخذ الخواتم ديال، حيت هو هذه هضرت عليها البارح سعيد الناصري كان جاب واحد العدد من الخواتم لطيفه رأفت هي والمالي، ولطيفه اختارت واحد المليار. لطيفه اختارت واحد المليار علما ان معطيات اخرى كتقول بانه ديك اللحظه ديال لطيفه رأفت كانت حاضره في ذاك المليار، واحد المليار و100 كان جابوا داك الصراف، جابوا البيت ديال لطيفه، بيت ديال لطيفه رأفت كانت تلاقى تما المالي وسعيد الناصري وبيوي وداك الصراف، ومعطيات كتقول بانه ماشي غير الخادمه، كانت حتى لطيفه رأفت يعني ديك، لان كان واحد الكيس الفلوس عندهم غير هكا مهزوزه، تصور مليار وشي 100 كدير تهزو مليار و100 مليون. شوفوا شحال ديال المبالغ الماليه كتقسم هاد الملاير وهاد المصيبه. ودابا غنهضر على مول الكاسكيطه. دابا هاد الوليد دوز 4 سنين ديال الحبس وشهر، متفق معاه في هضرته ما اتفقش معاه في هضرته، وداك الشيء كيبقى نقاش. ولكن في اخر المطاف هو ولا حنا ولا هاد النشطاء الريف، حنا بغض النظر كنا موفقين في تعابيرنا ماشي موفقين، ما عرفناش نهضروا، عرفنا نهضروا كلنا سيدي كلنا، كنبقاو حنا غير ضحايا ديال واحد السياسه عموميه. اقول سياسه عموميه وليس ضحايا سياسه عامه، ضحايا ديال سياسه عموميه. دابا هاد مول الكاسكيطه صدمني، ديال واحد الربعه ديال الافكار مخيفه. الاولى قال لك ما بغاوش يعطيوه الملف يقراه، وما بغاوش يعطيوه نسخه من سجل الاعتقال. الملف ديالي باش نقراه رفضوا باش يدخلوه ليا، النسخه ديال سجل الاعتقال اللي من حقي ناخذها من المؤسسات السجنيه رفضوا يعطيوها ليا. علاش؟ الله اعلم، حتى مجرم خطير ما نعطيوش. دابا علاش ما تعطيش الملف؟ هذه من ابسط قواعد المحاكمه العادله، ان يواجه المتهم بالتهمه وان يمكن بوسائل ديال الاثبات اللي كتشوفها الجهه المدعيه نيابه عامه باش يدافع على راسه. عطيه يقرا، عرفتي هذه اذا ثبتت. انا ما كنكذبش سي محمد، ولكن في واحد القاعده علمتها كنقول لكم دائما، انا كصحافي دائما كنخلي مسافه، واخا يقول هكا ولو انني كنتيق زعما سي محمد هادشي اللي قالو صحيح، ولكن مع ذلك طبيعه المهنه ما كنخليش نقول راه صحيح، بيني وبينه نقدر نقول له، ولكن هكا في الخدمه كنقول واش هذه صحيحه. هذه مجزره حقوقيه. اذا كان واحد الشخص تشد 4 سنين ولم يمكن من وثائق القضيه اللي متابع على خلفيتها، هذه مجزره حقوقيه
خطيره، وهذه خاص يدخلوا عليها الحقوقيين ويدخلوا عليها الناس يسولوا.